وازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. عيد سعيد عليكم. عايزة اقول لكم ده اول خروجة ليا في العيد. النهارده ايه يا ربي؟ رابع يوم العيد تقريبا. طبعا الخروجة ما تمتش بسهولة، الخروجة تمت بلوي البوز. عشان الست المصرية ما بتاخدش حقها غير بلوي البوز يا جماعة. عايزة اقول لكم لوي البوز امبارح الحمد لله، وجاب نتيجة النهارده، وان شاء الله النهارده خارجين، مش عارفة رايحين فين، بس هتمت بحمد الله وفرجت. تعالوا اوريكم بقى لابسه ايه. ده الحاجه اللي انا كنت اجيبها من فتره، وبعد كده آم، بعد كده انا عندها للعيد. آم، س... ايه صدقت نفسي وحطيت كريم مرطب. الكريم ده انا بحبه، بس ما بقى انا اصلا طول عمري ما بحبش احط حاجه على وشي وانا خارجه ككريم. وفعلا حطيت الكريم، انا من ساعتها عماله اعرق اهو، وغسلت وشي ونشفته، وبرضو حاسه ان هو لسه في بشرتي. يلا خلينا نخلص. يلا اوريكم. هي دي الحاجه يا جماعه اللي انا لابساها الحمد لله اهو. ايه رايكم؟ تبصوا من عليه حركات، اللي هي الحركات اللي هي مشرشره دي، شايفين؟ آه شكلي متغير مش عارفه ليه. يمكن عشان بقالي كتير ما حطيتش ميك اب، ممكن تصدقوا. إيه المهم، تعالوا بقى نبارك يا جماعه على الطرحه الجديده. بصوا الطرحه دي، طبعا اكيد انتوا عارفينها، مش عارفه مش باينه هنا كويس، فيها حته ستان، بس دي غير اللي موجوده في السوق دي يا جماعه. شاش كده وفيها ستان. بتثبت على الشعر، يعني فاهميني، بتثبت كده، مش بتحرر ومش بتضايق، وما شاء الله عريضه خالص. بصوا ما شاء الله، انا تانيها كام تانية، عريضه جدا. فانا بحب الطرح دي، والباقي طبعا انا ركناه ورا في قفايا. ايه رايكم بقى؟ بتاع ده كنت جايباه قبل العيد طبعا، ولبست عليه الشوز الابيض اهو. وخلاص، يلا بينا نروح نشوف هنروح فين. باي. منهم مشاكل. اقول لك على حاجه كده. ايه ده؟ هناك ثوري يا ولاد، شايفين الدور ده؟ يا لهوي. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده الجمال ده في اسماعيليه؟ عاوز ابص على بتمشي. لا هبص عليها الاول. لا طب تعالي بص من هنا. ده الباب بتاعها. اه. بصوا بقى، هنا قمت من القعده اللي انا كنت قاعداها، وقلت هبص على العيال. دي المنظر وانا رايحه على الكيدز اريا. بصوا، في طول ما انتي ماشيه في اماكن كتيره تقعدي فيها، وفي كافيهات بالهبل برضو. بس انا كنت قاعده كده جنب الكيدز اريا، بحيث ان انا ممكن ابص على العيال. انا رايحه لهم لقيتهم جايين لي. طبعا الاستاذ يحيى قال لي ادم مش عايز يلعب معايا هناك والكلام ده، وقدومه قال لي انا كبير على الكلام ده. فقلت له كبير فين؟ يلا تعالى اوريك. فدخلنا بقى، بصوا ده منظر الكيدز اريا اهي. ما فيهاش لعب كتيره، بس لو عندك اطفال قد يحيى كده هيتمتعوا فيها، يعني فاهميني، اللي هم الاطفال اللي عايزه تفرق كتير وكده يعني. سوري يا جماعه. فالمهم بقى، احلى حاجه هناك ان هم بياخدوا منك الطفل، ياخدوا رقم تليفونك، وما بيرضوش يطلعوا الطفل غير لما تيجي انت تستلميهم. طبعا لان دي حديقه، المفروض ان هي مش خاصه يعني برضو، بس ده تكنيك حلو قوي يعني هناك. لأني لما جيت اناديهم قالوا لي يا ماما مش راضيين يطلعونا، فرحت عديت الناحيه التانية انا خدتهم. بصوا بقى الحاجات دي العيال اللي فرحت بيهم قوي. وده بقى الحصانة دي، في حصان بقى وفي أسد وفي حاجات دي بتتنفخ، بتبقى فظيعة، العيال بيلعبوا بيها حلوة قوي.
انا مش في شرم يا جماعه، انا في اسماعيليه. انا في اسماعيليه يا جماعه مش في شرم. طلبنا اكله برضو وهقيم الاكل بقى ان شاء الله لما اجي ناكل اقيم الاكل. يلا باي باي. واخيرا الاكل وصل يا جماعه الحمد لله. طلبنا بيتزا، ادم كان طالب بيتزا، والبيتزا دي طبعا بتكفي طفلين. وكنا طالبين طبق نجريسكو بالفراخ، والسندوتش اللي هناك ده كان سندوتش عظمه ما شاء الله، وفيه حتتين كبار من الفراخ والحاجات بتاعته. عايزه اوريكم بقى الوش بتاعها يمط ازاي. بصوا يامي صراحة، كان تحفة تحفة تحفة. طبعا انت لو عندك كذا ولد هتجيب لهم بيتزا، والباقي انت تصرفي بقى، انت حرة فيها. عايزة اقول لكم بقى ان هنا كان في مثلا 5 شو حاجة كده، ده اللي عرفت اصوره. شو زي ما انتوا شايفين كده، الناس بتيجي بقى ترقص وكده، واحنا كنا بناكل برضو. وده قدومة بيقولكوا هاي يا جماعة، وده قدومة صاحبنا التاني برضو مامته مسافرة فخدناه يتفسح مع البنات. وهنا الشو ده كان عاجبني قوي برضو، كانوا بيغنوا بطريقة لبناني كده جميلة او طريقة سوري. فالمهم ان هما بقى كانوا بيدخلوا برضو في وسط الناس اللي قاعدة، وكل حاجة انت عايزاها او نفسك فيها هتلاقيها جوا. في سكوترز للولاد، وفي غزل البنات، وفي فشار، وفي بصوا يعني انتوا هتستمتعوا. وزي ما انتوا شايفين برضو في شيشة للرجالة وكله، والدنيا تمام، وفي قهوة وفي كل حاجة. انتوا تستمتعوا والولاد اللي معاكم برضو هتستمتعوا، والدنيا تبقى حلوة ان شاء الله.
وهنا جينا بقى للفقرة بتاعت غزل البنات. الأستاذ يحيى طبعا شبط في الحلبسة أو غزل البنات زي ما بيقولوا كده. فأنا وقفتهم بصراحة علشان يشوفوا هي بتتعمل ازاي، لأني أنا دايما أقول لهم ده عبارة عن سكر وإن هو مش مفيد وكده، غير طبعا ايه نقعد نلزق ايدينا والكلام ده كله. فبصراحة قلت ان احنا في عيد كده كده هما لو حابين اجيب لهم حاجة، اجيب لهم حاجة، لان احنا بصراحة بطلنا نخرج كتير زي الأول. فدلوقتي هم بيتفرجوا بقى ازاي الحلبسة اصلا بتتعمل، وكانوا بصراحة مندهشين. فهنا بقى هما ايه ابتدت اول واحدة تطلع. فعايزة اقول لكم برضو ما توقفوش ولادكم قوي قدامها، علشان هي بتنطر برضو الحاجات اللي هي بتطلعها دي. فقعدت اقول لهم ارجعوا ورا شوية وكده. دي اول واحدة طلعت قدهم خدها، والتانية بقى طلعت من حظ يحيى، كانت اكبر برضو. بصوا بيعملوا ايه. فانا بصراحة الحاجة يا جماعة دي بتبوظ بسرعة، هتتقع بسرعة عشان الجو حر بصراحة. وطبعا ما فيش احلى من الايس كوفي انهي بيه اليوم الجامد ده بتاعي. الايس كوفي ده ما جبتوش من هناك، جبناه واحنا ماشيين بالعربية. الكوفي بتاعنا اسمه روتس، وكان كاتب عليه نايس تو ميت يو. فبصراحة فوقني شوية عقبال ما اوصل البيت. كان بصراحة خطير خطير، والاسبريسو بتاعته اللي جوه كان طعمها تحفة. يا رب يكون الفلوج بتاع العيد عجبكم. وهنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وباي باي.